هلا وهلا عاملين الفيديو ده يا جماعة فيديو مشؤوم بجد والله. يعني الفيديو ده المفروض ينزل لكم امبارح وما نزلش للأسف. كان في مشكلة في البرنامج، مش عارفة في ايه. وكان برضو كان اصلا المفروض ينزل اول امبارح، بس انا ما صورتش، كنت كسلانة جدا. المهم ندخل في الموضوع بقى على طول. انا من الناس الغسيل الابيض عندي بستعمل له كلوركس ابيض، بنقعه في كلوركس ماشي. ف... فطبعا كلوركس مقاطعه، فانا الصراحه جبت لكم اختراع والله يا جماعه، هيخلي الابيض بيشف وبيرف زي ما بيقولوا. ارجعوا بينا لزمان. الناس بتوع زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيستعملوا للابيض الابيض ده بتاع زمان كان تلاقيه ابيض، ما كانش اللي هو فيه اللي هو بيقولوا عليه مقرح، لا كان ابيض فعلا، بيقولوا بيشف وبيرف. رجعنا لبتوع زمان لقينا كانوا بيستخدموا بطاس. كانوا زمان بيغلوا، يعني بيقولوا احنا كنا بنغلي الابيض. بس انا بقى عملتها ايه؟ قبلها بيوم ماشي. انا لما استعملت لما انا جيت في اول الفيديو وجيت كده بالهدوم وانا بنقع الهدوم، كان قبليها بيوم بالليل جبت ميه سخنه، ميه سخنه 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 يعني، تمام، من السخان، وحطيت نطرة بطاطس وسبته في الابيض، تمام. وسبته، قلت ايه اسيبه ينقع لتاني يوم، بعدين اغسله تاني يوم. بجد بعد ما الغسيل اتغسل وبنشره، انا بجد كنت مبسوطة جدا 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 من الابيض. انا تقريبا كلوركس كان برضو يعني كلوركس كان بيخليه ابيض، بس البطاطس خلاه ابيض بمراحل. وانا بالنسبه لي الطريقه دي انا اعتمدتها، حتى لو جابوا بديل للكلوركس، لا انا بالنسبه لي الطريقه دي خلاص اعتمدتها، مش هغيرها. ده انا جبت عشان اجربه. جبت ب5 جنيه شويه حلوين. انتي اصلا اما بتيجي بتحطي نطره بسيطه، لان ده البطاطس ده قوي جدا فممكن يحرق الهدوم، لا بتحطي نطره بسيطه. شوفي بقى ما تكوني نطره بسيطه ب5 جنيه، ده هيقضيكي كتير جدا، بالذات ان المنظفات الفتره الاخيره بقت غاليه قوي 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 قوي. ف فالصراحة انا انبهرت والطريقة دي اعتمدتها. دلوقتي بقى بعد ما الغسيل ده كان قبلها بيوم، كنت بقى ايه خلاص ونمت، وبعدين صحيت بقى. طبعا الصلاة، صلاة الصبح، يا رب يرزقنا صلاة الفجر، حاضر يا رب. انا بحاول في النقطة دي. المشكلة ان انا بنام متأخر، معايا طفلة وكده، فبنام متأخر، فأتمنى إن ربنا يرزقنا بصلاة الفجر، حاضر يا رب، أنا وإياكم. قمت طبعا صليت والأذكار وفطرنا. أنا البيض بحبه بالطريقة اللي أنا عملتها دي، بحبها بيض مسلوق وبعدين هرسه في سمنة بلدي، ما بحبوش إلا بالطريقة دي. حتى البيض المسلوق لوحده كده بحب شكله لوحده، هو بالطريقة دي، بس على حسب ما اتعودت يعني. المهم بقى ايه، دخلت على البلكونه دي. شفت البلكونه اللي انا نزلتها لكم، وتنظيف البلكونه التانية اللي نزلتها لكم في الفيديو اللي فات. انا بالظبط نظفت البلكونه دي زيها، جبتها من اولها لاخرها بشبابيك، بباب البلكونه، بحديد البلكونه من اولها لاخرها. انا بس كنت يعني ايه، بنظف يعني، بصور لكم مقتطفات التنظيف يعني، مش كلها، بس هنا كنت نظفتها خالص وخلصت. خليتها صراحة بتلمع. انا اصلا كنت ناوية انضفها وقت ما كانت الدنيا بتمطر وكده، كانت عندي الدنيا بتمطر وكانت هوا، فانا الصراحة قلت لا، يعني انا هنضف من هنا والمطر اتبهدل لي الدنيا والهواء يبهدل لي الدنيا، لا الدنيا تهدى خالص وبعدين انا اخش انضف البلكونة.
المهم كنت هنا بقى ايه، قمت دخلت عليها نضفتها ولما خلصت كده كان الغسيل كله بتاعي خلص. دخلت نشرته. جماعة بجد بجد يعني عايزين اقول لكم طريقة تنظيف تخلوا يومكم سهل وان انتوا تكونوا مش مضغوطين في التنظيف او في الترويق او في اكل او في الاكل اللي بتعمليه او ده كله. انا ممكن انزل لكم فيديوهات بالشكل ده. انا بالنسبه لي من الناس اللي ما بحبش الضغط نهائيا. انا لما احس نفسي ان انا مضغوطه بسيب كل حاجه، ما بعملش حاجه، ما بعرفش اعمل حاجه، لا بسيب كل حاجه تضرب تقلب واقعد. انا من النوع اللي ما بحبش الضغط، فعلشان انا ما اوصلش للمرحله دي بجيب النوت بتاعتي وورقه وقلم واكتب واشوف انا عايزه اعمل ايه او انا هنظم وقتي ازاي. يا جماعه من الحاجات المهمه جدا وانتوا بتروقوا، صلوا على النبي كتير. الصلاه على النبي كتير بجد بتخلي بركه في الوقت. وكمان وانت بتصلي على النبي احضري نية الصلاة على النبي بنية حاجة نفسك بجد صدقيني هتتحقق. المهم بقى ايه، كنت رحت لبلكونة تانية ومسحتها، كانت برضو متطربة، فدخلت ومسحتها وبعدين ايه دخلت على المواعين. طبعا انا اليوم اللي هو كان المفروض الفيديو ده هينزل اليوم اللي فات يعني اللي هو امبارح، اول امبارح كنت المفروض اصلا هصور الفيديو ده. فايه اللي حصل، كنت انا صاحيه متاخر. لما صحيت بقى متاخر وكده، فانا اما بصحى متاخر فانا كنت تايه مش عارفه اعمل ايه، وكان المفروض هصور وهروق وعندي ترويق وكده. والله يا جماعه زي ما بقول لكم انا ما بحبش اتحط ده تحت ضغط، فسبت كل حاجه زي ما هي، ما حطيتش ايدي في حاجه، وخدت دش وقعدت برنسيسه في نفسي. والله ما عملت الهوا. حتى الاكل عملت اكل سريع جدا اللي هو حاجات معلبات. انا كده انا اما اتضغط ما بعرفش اعمل اي حاجه. المهم يا جماعه رب يحفظ اهل غزه. انا ما بحبش اتفرج على فيديوهات لان يعني بتاثر عليا نفسيا جدا جدا جدا. لازم اقعد فتره كبيره لحد ما اتخطى الموضوع ده. انا يعني منع نفسي من فيديوهات واي فيديو يظهر قدامي بصراحه انا ما بتفرجش عليه. هو الحاجه اللي انا بقولها الحمد لله على اللي احنا فيه. انا دايما عندي عاده حلوه جدا ان انا دايما بستشعر النعم اللي حواليا. انا طول عمري وطول حياتي يوميا لما باجي انام على السرير بقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة السرير، الحمد لله على نعمة ان انا نايمة في امان، الحمد لله ان مفيش في ناس كتير تتمنى النومة اللي انا فيها او المكان اللي انا فيه او الفرشة اللي انا فيها. ما بقولش غير الحمد لله. دي طول عمري وطول حياتي وانا قبل ما انام عندي حاجتين بقول الحمد لله، ودايما بقول وكلت امري ليك يا رب. اموري بقى كل اموري وكلتها ليك. انتوا عارفين انا لما بكون مثلا عاوزه اصحى بدري كده وانا بكون نايمه متاخر، اما بقول والله قبل ما انام اقول اللهم وكلت ليك، اللهم وكلتك يا رب. والله يا جماعه بصحى تاني يوم من غير حتى منبه، بصحى لوحدي وبصحى فايقه وبصحى مش عاوزه انام، مع ان ممكن يكون نمت 3-4 ساعات. بس بصراحة دايما استشعار النعم، دايما ان انتي مدخلة ربنا في كل امور حياتك وكل خطوة بتخطيها، دي حاجة يعني حلوة جدا جدا جدا. بتحس ان طول الوقت فيكي خير.
المهم يا جماعة انا عندي عادة بعد ما اخلص المواعين، العادة دي اللي هو كل يوم اما اخلص المواعين بنفس السلكة بدخل على حوض الحمام، اروح مدياه غسلة كده دي يوميا. فبالنسبة لي حوض الحمام ده على طول الاقيه نضيف. كده كده السلكة برميها ما بستعملهاش تاني، فبدخل على حوض الحمام وبعدها بكون رميها. المهم يا جماعة ده الفيديو بتاعي، ده الفيديو بتاعي كان النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك. باي باي.